لكن انت بينك وبين نفسك دلوقتي بتقول انا استحاله اوصل للمرحله دي. ده مجرد ابلكيشن هنزله على الموبايل واجربه والعب عليه شويه، مره اكسب مره اخسر وهشيله. صعب قوي يوصلني لدرجه الجريمه. احب اقول لك هي لعبه بسيطه على موبايلك، بس فجاه هتلاقي نفسك مش قادر تبطلها. القمار الالكتروني ده مش مجرد لعبه، ده بيبرمج دماغك حرفيا، واللي عاملين البرامج دي عارفين كويس قوي يخلوك تدمنها ازاي. في الاول هتكسب ولو حتى مبلغ صغير، دماغك بتفرز دوبامين، تكسب تاني دماغك تطلع دوبامين اكتر اللي هو هرمون السعاده. وده الهرمون اللي الانسان دايما بيوصل له في النشوه في كل شيء، زي النجاح، فرح، ثقه بالنفس، الانجاز، حتى في الحب. هو من الاخر اللي الانسان يعمل اي حاجه في الدنيا علشان يوصل له، الهرمون اللي الانسان عايش علشانه. لكن لما بتخسر الدوبامين يقل، فبتبقى عايز تلعب عشان تكسب تاني علشان الدوبامين يعلى تاني. زي حلاوه البدايات كده يا صديقي، لما بتستحمل اي شيء عشان تفضل موجود مع اللي بتحبه، وده اول فخ. لما بتخسر مش بس بتفقد دوبامين، لكن كمان جسمك بيفرز كورتيزول، هرمون التوتر، تحس بقلق، عصبيه، وتبدا تفكر بطريقه يائسه ازاي تعوض خسارتك حتى لو بتصرفات متهوره. المهم الكورتيزول يقل. اللعبه كمان بتشتغل على عنصر المفاجاه، قاعد مترقب نتيجه ماتش معين اكنك بتلعب معاهم في الملعب، وده اللي بيزود افراز الادرينالين في جسمك، تحس بشغف، اثاره، مستني نتيجه الماتش. لخبطه الهرمونات دي بتكون تدريجي وبتخليك تخاطر باي حاجه علشان تفضل عايش في اللخبطه دي. ومع الوقت دماغك بتتغير حرفيا، الفص الجبهي في دماغك المسؤول عن القرارات العقلانيه بيتاثر، بتخسر القدره على التفكير بهدوء وتبدا تاخد قرارات متهوره، زي انك ممكن تغامر بفلوس ممكن تكون محتاجها، تبيع حاجات من عندك، ممكن تستلف من الناس، ان شاء الله تبيع كليتك، لحد ما توصل انك ممكن ترتكب جريمه. القمار الالكتروني مش مجرد لعبه، دي عمليه معقده بتلعب على هرموناتك وبتحبسك في دايره ادمان ما بتخلصش.